عبر مر التاريخ وعبر كل العصور عادة تربية الأميرات تكون متزنة، بحيث لن ترى أبدا أميرة تربت في معقل السلاطين تكشف عن جسدها في اللقاءات الرسمية. فهي رسالة، إلا أن هذه الفئة مترفعة عن لفت الانتباه بالجسد. لكن في حالة أميرتنا الكتالونية العكس هو الذي حدث تماما، فقد تخلت الأميرة البرشلونية عن هذه الخصلة الجميلة، وقد تعرت بشكل تام مبرزة مفاتنها للمارد أتلتيكو. الخبيث أتلتيكو مدريد عوض أن يرحم عزيز قوم ذل زاد طينها بلة وعبث بماضيها، دق آخر مسمارا في نعشها، وضرب بكل ما أوتي من قوة على ناقوس منبه النوم في العسل الذي عاجته الجميلة الشقراء لمدة 3 أشهر، أو ما يعرف بعسل البدايات ولهيبها. بعد ليغانيس العريق ها هو قطب مدريد أخذ ثأره هو الآخر القديم وثأر جاره الأبيض، لكي لا يقال أكلت عندما أكل الثور الأبيض. اتحد قطب مدريد أخيرا في مواجهة جسد مدخن بالجروح، عقب صحوة البدايات المغشوشة التي مل منها عبسي، وضيقت عليه أنفاسه زمهرير وسقيع، وبردة شديدة أرخت بظلالها على المونتجويك وكل أضلاع النادي. صباح العريق الأتليت العروس على واقع آخر، واقع التيه والضياع. كسر سيميونو قاعدة الفوز على الكبار والخسارة مع الصغار، وابتداء من الآن ستصبح شباك بينيا حصالة لكل من هب ودب. حتى طوب الأرض سيطمع في كيف ليك بعد أن تنفس مشجعو هذا النادي الصعداء، سيعودون لتقاليدهم، هؤلاء المساكين البؤساء.